السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاكيت 5 ابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر محمد رمضان، مدرس الدراسات الاجتماعية. النهاردة هنتكلم عن تاني درس عندي في المنهج، وركز معايا، هو مظاهر سطح الأرض. يعني ايه مظاهر سطح الأرض؟ أو معنى تاني تضاريس الأرض أو التضاريس. يعني ايه المظاهر أو التضاريس؟ هي الأشكال الموجودة عندي في سطح الأرض. هل أنت لما بتمشي كده على الأرض هل كل الأراضي مستوية؟ لا طبعا، ده أنا عندي مرتفعات وعندي إيه؟ منخفضات، عندي جبال، هضاب، تلال، عندي منخفضات، عندي سهول. كل دي اسمها مظاهر سطح الأرض. طيب نيجي بقى عندنا في مصر أو الوحدات التضاريسية في مصر. مصر بتتميز بتنوع مظاهر السطح فيها كل حاجة التي تشكلت عبر عصور مختلفة، كما تتميز بطبيعة خلابة ساحرة، فدي طبعا تجذب السياح. يجري على أرضها نهر النيل وتمتد على جانبيه، يعني جنب نهر النيل كده يمتد على الجانبين بتوعه سهول فيضية. سهول فيضية. يوجد بها الصحاري الشاسعة والجبال الشاهقة العالية في الشمال وفي الشرق، ويزيدها جمالا سهولها الساحلية. طيب خلي بالك ان المناظر الطبيعية الخلابة زي ما قلنا تساهم برضو في تنوع الأنشطة الاقتصادية. خلينا نشتغل في كذا حاجة. تعال بقى نشوف ايه الأقسام او ايه الوحدات التضاريسية في مصر. أنا عندي في مصر 4 وحدات تضاريسية. أول حتة أو أول منطقة وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم، وهوريهم لك على الخريطة دلوقتي. تاني حاجة عندي الصحراء الغربية. 3 الصحراء الشرقية. طب رابع حاجة شبه جزيرة سيناء. نمسك واحدة واحدة منها. أول حاجة عندي وادي النيل والدلتا. وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم مالهم؟ يتميزون بخصوبة التربة والمياه العذبة، وهم أصغر الوحدات التضاريسية في مصر. غير طبعا ان بيقوم فيهم زراعة، فساعد على استقرار المصري القديم. تعالى كده اوريك اهو. انا اول حاجة هتكلم عليها هو الدلتا ووادي النيل، كل ده، ومنخفض الفيوم. ومنخفض الفيوم. طيب يبقى دي اول وحده تضاريسيه عندي. نمسك الدلتا. اللي هي الدلتا دي هي اراضي خصبه. اراضي خصبه كونها نهر النيل. طب كونها ازاي؟ خلي بالك ان نهر النيل وهو جاي لك من الجنوب بيجيب معاه حاجه اسمها طمي النيل، اللي هي بالبلدي قوي كده الطينه اللي بتيجي معاه، فدي بتساعد على خصوبة التربة. فأنا لما يبقى عندي تربة خصبة أقدر أزرع عليها، وأدام زرعت فأنا استقريت، قعدت جنب الأرض بتاعتي. يبقى دلتا النيل هي أراضي خصبة كونها النهر نتيجة ترسيب الطمي اللي هي الطينة عند عند المصب، عمال جايب معاه طينة، وتأخذ شكل المثلث. يبقى الدلتا دي تاخد شكل المثلث، وتبلغ حوالي نصف مساحة الأراضي الزراعية في مصر. هي أكبر منطقة زراعية عندي اللي هي دلتا النيل. نيجي بعد كده على منخفض الفيوم. بص معايا، منخفض الفيوم الحته الصغنونه دي
اهي منخفض الايه؟ الفيوم. يقول لي ايه بقى على منخفض الفيوم؟ يقول لي منخفض الفيوم ده يتميز بوصول مياه نهر النيل والطمي اليه عن طريق ترعة بحر يوسف. فيجي سؤال عليك على طول، يعد منخفض الفيوم او بما تفسر يعد منخفض الفيوم بيئة زراعية رغم وقوعه في الصحراء الغربية. هو بيئة زراعية بس هو موجود في الصحراء الايه؟ الغربية. على طول تقول له ايه؟ لانه يتصل بنهر النيل، لانه يتصل بنهر النيل عن طريق ترعة بحر يوسف. في ترعة هنا اسمها ترعة بحر ايه؟ يوسف، جاية من نهر النيل ورايحة ليه؟ لمنخفض الفيوم. عشان كده بقى بيئة زراعية. وادي النيل، الوادي بقى كل ده ايه؟ من اول الحتة دي كل ده وادي النيل. ركز معايا يا حمادة، وادي الايه؟ النيل. هي الاراضي الممتدة على جانبي نهر النيل، ويمتد من الحدود الجنوبية حتى مدينة القاهرة، لأن نهر النيل بيجي لي من الجنوب، فيفضل ماشي من الجنوب كده لغاية ما يطلع لي إيه؟ عند مدينة هنا اسمها مدينة الإيه؟ القاهرة. طيب يبقى أنا عندي دلتا النيل ومنخفض الفيوم وإيه؟ ووادي النيل، أو سهل على نفسك الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. تاني حاجة أو تاني وحدة تضاريسية عندي هي الصحراء الغربية. الصحراء الإيه؟ الغربية. خلي بالك إن هي أكبر الوحدات التضاريسية مساحة، وتتنوع فيها كل حاجة، فيها هضاب، فيها جبال، فيها منخفضات، الكلام ده كله. تعال إيه؟ نمسك حاجة. أول حاجة عندي الهضاب. لو جينا بصينا على الصحراء الغربية دي يسودها أو ينتشر فيها المظهر الإيه؟ الهضبي. المظهر الهضبي. ليه؟ طب بما تفسر لكثرة الهضاب فيها. طيب أول هضبة عندي إيه؟ خبرها لك شوية. أول هضبة عندي في هضبة في الجنوب اسمها إيه؟ هضبة الجلف الكبير. هضبة الجلف الكبير. نعملها بالأسود. في هضبة عندي اسمها هضبة الجلف الإيه؟ الكبير. طب إيه هضبة الجلف الكبير؟ عادي إحنا ممكن نقول عليها هضبة الإيه؟ الجولف الكبير. احفظها بالإيه؟ بلعبة الجولف. نيجي بعد كده عندي هضبة في الشمال اسمها هضبة مرمريكا. هضبة ايه؟ مرمريكا. يبقى الهضبة اللي في الشمال مرمريكا، الهضبة اللي في الجنوب الجلف الكبير. طيب ده بالنسبة للهضاب. طيب بالنسبة للمنخفضات، أكبر منخفض فيها، طبعا أنت فاهم يعني إيه منخفض. كلمة منخفض هي أرض تنخفض عما حولها. أرض تنخفض عما إيه؟ حولها. أبقى ماشي كده وإيه؟ ألاقي الإيه؟ أرض منخفضة عما حولها. أكبر منخفض فيها هو منخفض القطارة، وهو طبعا نادر السكان، عكس منخفض الفيوم يتركز فيه السكان، وطبعا أنت عارف ليه. بما تفسر لوجود المياه الجوفية العذبة والنشاط الزراعي. عندي بقى 5 منخفضات تاني عندي، بس هو يعني طبعا يعني مش لازم نحفظهم على الخريطة، بنحفظهم كده: سيوة، البحرية، الدخلة، الخارجة، الفرافرة. فزي ما مثلا كنا بنقول زمان البت سيوة داخلة وخارجة على الفرافرة والبحرية. يبقى قول معايا كده: البت سيوة داخلة وخارجة على الفرافرة والبحرية. فيها جبال، من أشهرها جبل العوينات. فين جبل العوينات ده؟ تحت الجلف الكبير. اسمه إيه؟ جبل العوينات. جبل العوينات.
يوجد فين؟ في المنطقة الايه؟ في الجنوب الغربي لمصر. في جبل هنا عندي اسمه جبل العوينات. طيب في حاجة تاني فيها؟ مليانة. عندي حاجة تانية اسمها كثبان رملية. عندي حاجة اسمها الكثبان الرملية، هي مجموعة من الرمال. طبعا يعني مش لازم اقول لك التعريف بتاعها كله، تمام؟ هي مجموعة من الرمال تأخذ اشكال ايه؟ مختلفة. ومن اشهرهم عندي بحر هنا اسمه بحر الرمال العظيم. بحر الرمال العظيم. يبقى من الكثبان الرملية عندي هو بحر اسمه بحر الايه؟ الرمال الايه؟ العظيم. كده خلصت الصحراء الغربية. طيب نعيد عليها آخر مرة تاني عشان بس أنت لسه صغنون. هقول لك تاني. عندي أول هضبة، عندي هضبة في الشمال اسمها هضبة مرمريكا. هضبة مرمريكا. عندي هضبة في الجنوب اسمها الجلف الكبير، ده بالنسبة للهضاب. عندي جبل اسمه جبل العوينات. جبل ايه؟ العوينات. عندي منخفض كبير اسمه منخفض القطارة. عندي بحر اسمه بحر الرمال العظيم. نخش بعد كده على الصحراء الشرقية. خلي بالك بقى ان الصحراء الشرقية دي مختلفة عن الصحراء الغربية. ليه؟ لكثرة الجبال والهضاب بها. فيها جبال اكتر من ايه؟ من الصحراء الغربية، وفيها هضاب اكتر من الصحراء الغربية. غنية بالمعادن زي الذهب. خلي بالك ان معدن الذهب ده انا بجيبه من الجبال، كما يوجد بها حقول للبترول والغاز الطبيعي، يعني مناطق بستخرج منهم البترول والغاز الطبيعي. طيب نمسك بقى الصحراء الشرقية. اول حاجة عندي الهضاب. في هضبة عندي في الشمال اسمها هضبة المعازة. هضبة الايه؟ المعازة. وفي هضبة في الجنوب اسمها هضبة العبابدة. يبقى المعازة في الشمال والعبابدة فين؟ في الجنوب. أكبر لك تاني. يبقى أنا عندي هضبتين، هضبة في الشمال اسمها المعازة، هضبة في الجنوب اسمها العبابدة. طيب عندي جنب البحر الأحمر كله عندي جنب البحر الأحمر، طول البحر الأحمر ده كله عندي جبال اسمها جبال البحر الأحمر. جبال البحر الإيه؟ الأحمر. أول ما تشوف جبال جنب البحر الأحمر اسمها جبال البحر الأحمر. مالها؟ عبارة عن سلاسل جبلية. عبارة عن سلاسل جبلية. طب أنا طلعت ليه لفوق قوي كده؟ فيها جبل هو أعلى الجبال اللي فيها اسمه جبل شايب البنات. تعال اوريهولك كده. فيها جبل، يبقى هي عباره سلاسل البحر الاحمر دي سلاسل جبليه، بس فيها جبل هنا اسمه جبل ايه؟ شايب البنات. جبل شايب البنات. طيب بالنسبه بقى في حاجه مختلفه فين؟ في الصحراء الشرقيه عكس الصحراء الغربيه. فيها حاجه اسمها اوديه جافه. يعني ايه وادي جاف؟ وادي زي اوديه، يعني وادي نهر النيل بس مش زي نهر النيل قوي، يعني وادي كان فيه ميه ثم جف، او ممكن نقولها ايه؟ هي اوديه كانت تملأها المياه ثم جفت. هي اوديه
كانت تملأها المياه ثم جفت. طب من أشهر الأودية اللي موجودة عندي هو وادي مين؟ قنا. هو وادي إيه؟ قنا. وادي كده في وسط الهضاب اللي فيها، كان جاف، كان فيه مية ثم جف. يبقى هي أودية كانت تملأها المياه قديما ثم جفت، مثل وادي إيه؟ وادي قنا. وادي قنا. طب ليها أهمية الأودية دي؟ طبعا ليها أهمية. هي المية اللي جفت دي مش ممكن نستخرجها؟ طبعا ممكن. يبقى تستخدم في استخراج المياه الجوفية أو تخزين المياه عند حدوث مين؟ السيول. ويعني إيه سيول؟ تنزل الأمطار بشدة فتملى الأودية دي، فأنا آخد منها المية. طب لو جفت أستخرجها منها. بيقول لي إيه بقى؟ ضرورة الحفاظ على الموارد وحسن استثمارها لمراعاة حقوق الأجيال الإيه؟ القادمة. ما أنا مش هخلص كل حاجة، ما أنا لازم أسيب شوية للإيه؟ للناس اللي هتيجي بعد كده. ثالث أو رابع وحدة تضاريسية عندي هي شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء عندي تتميز بتنوع مظاهر السطح، وتوجد فيها العديد من الهضاب والجبال. نمسك الهضاب. أول هضبة عندي هي هضبة التيا. طب مالها هضبة التيا دي؟ فيها وادي يقطعها كده في النص. فيها إيه؟ وادي. ومن أهم الأودية، وركز معايا عشان لو جاب لي رقم على في شبه جزيرة سيناء وقال لي وادي، ده وادي اسمه وادي العريش. وادي الايه؟ العريش. يبقى هضبة التيا دي بيقطعها وادي اسمه وادي الايه؟ العريش. وادي العريش. طيب ده بالنسبة للهضاب. بالنسبة للايه؟ للجبال. عندي في الشمال في بعض الجبال مثل جبل اسمه جبل الحلال. جبل ايه؟ جبل الحلال. يبقى من اشهر الجبال اللي في الشمال. طب ليه قلت في الشمال؟ عشان انا لسه عندي جبال في الجنوب. فمن اشهر الجبال اللي في الشمال هي جبل الحلال. طب من اشهر الجبال في الجنوب واكثرهم ارتفاعا هو جبل سانت كاترين. جبل سانت ايه؟ كاترين. يبقى في الجنوب يتميز برضو بالجبال، بس الجبال الوعرة الصعبة ما ينفعش تطلع عليها كتير. منها جبل سانت كاترين وجبل موسى. يبقى في مشكلة كده. نقول تاني. يبقى أنا عندي في شبه جزيرة سيناء عندي هضبة اسمها هضبة التيا، يقطعها وادي اسمه وادي العريش. وادي الايه؟ العريش. عندي في الشمال جبل، كبرها لك شويه، يبقى انا عندي هضبه اسمها هضبه الايه؟ التيه. عندي يقطعها وادي اهو، وادي اسمه وادي الايه؟ العريش. طب في ايه اللي في الجبال اللي في الشمال؟ جبل الحلال. طب ايه الجبال؟ القلم وقع. طب ايه الجبال اللي في الجنوب؟ هي جبل ايه؟ موسى وجبل سانت كاترين. جبل سانت كاترين. وضح كيف استثمر المصريون القدماء الصحاري المصرية أفضل استثمار. طبعا المصريون استغلوا المعادن وخدوها زي الذهب والحديد والنحاس، وصنعوا بها حاجات كتير، وأقاموا في الصحاري معابدهم وقلاعهم وحصونهم لصد المعتدين. خلي بالك ان المصري القديم لما كان بيبني المعابد بتاعته وحاجاته كان بيبنيها في الصحراء، علشان الصحراء ما فيهاش امطار كتير، فالجو بتاعها يحافظ على بقاء الاثار. نيجي بقى نعرف هي ايه عوامل تشكيل سطح الارض.
هو انا شكلت سطح الارض، او سطح الارض ده يعني انا صحيت كده من النوم لقيته، صح؟ طب ايه اللي حصل؟ ازاي اتشكلت الحاجات دي كلها؟ ازاي اتعملت الجبال والهضاب والكلام ده كله؟ عندي عوامل لتشكيل سطح الارض في مصر، بس هما اتنين. اول حاجة عوامل باطنية. عوامل ايه؟ باطنية. يعني ايه باطنية؟ يعني في باطن الارض. وعندي عوامل خارجية اثرت هي كمان في تشكيل سطح الارض. نمسك حاجة حاجة. اول حاجة العوامل الباطنية. في حاجة عندي اسمها التواءات. الارض بيحصل فيها ايه؟ التواءات. تمام؟ وبيحصل فيها برضو انكسارات. بيحصل فيها ايه؟ انكسارات. طيب الانكسارات دي بقى عندي يعني ايه؟ هقول لك يا سيدي. يعني انا عندي بيحصل انكسار في سطح الارض. في اراضي بتنخفض لتحت واراضي ترتفع، فدي الانكسارات. طب ايه الجبال اللي تكونت نتيجة الحركات الانكسارية؟ هي جبال البحر الأحمر. يبقى لما يجي يقول لك تكونت جبال البحر الأحمر نتيجة حركات ايه؟ التوائية ولا انكسارية؟ أقول له على طول حركات انكسارية. أما العوامل الخارجية، تمام؟ عندي حاجة بقى اسمها التعرية. بس في نوعين من التعرية وهفهمك يعني ايه. تعرية هوائية وتعرية مائية. ايه ده؟ هو الهواء او المية بيأثروا وبيعملوا لي اشكال في سطح الارض؟ طبعا. هو انا لو المية دي فضلت تخبط في الصخور اللي قدامها في البحر مش هتقعد تنحت فيها، فهتعمل لي اشكال، فدي اسمها تعرية ايه؟ مائية. طب الرياح برضو بتعمل لي اشكال. خلي بالك ان الرياح دي بتفضل ايه؟ تنحت في الصخور، كل شوية تخبط في الصخور فتنحت فيها فتفتت فيها حاجات، فتعمل لي ايه بعد ما تفتتها؟ تروح واخده الايه؟ الفتافيت دي، الحاجات دي والرمال، وتروح عامله لي اشكال. طيب دي اسمها تعريه هوائيه. عملت لي ايه؟ هي اللي شكلت الكثبان الرمليه. لما تيجي تمشي كده وتشوف صحراء وتلاقي رمال كده عامله اشكال، فدي اسمها كثبان رمليه. اسمها كثبان ايه؟ رمليه. يبقى انا عندي نوعين من الايه؟ من التعريه. تعريه هوائيه وتعريه مائيه. وتعرف على طول ان الاثنين شكلوا سطح الارض او عملوا اشكال في سطح الايه؟ الارض. اخر حاجه عندي تنوع مظاهر سطح الارض. ما النتيجة المترتبة؟ طبعا احنا عرفنا ان سطح الارض في مصر متنوع، في جبال، في هضاب، في سهول، في الحاجات دي كلها. ما النتيجة المترتبة على تنوع مظاهر سطح الارض؟ ادى الى التنوع بتاع المظاهر السطح ده ادى الى ايه؟ ادى الى تنوع الثروات. ادى الى تنوع الثروات. يعني عندي مثلا من الجبال بجيب منها ذهب، من الحقول بجيب منها بترول، بجيب معادن، بجيب حديد. فتنوع الثروات ده برضو يؤدي الى تعدد الانشطه الاقتصاديه. نقول تاني، يبقى ما النتيجه المترتبه على تنوع مظاهر سطح الارض؟ ادى الى تنوع الثروات الطبيعيه، فبالتالي هتتعدد الانشطه الاقتصاديه. تتعدد الانشطه الايه؟ الاقتصاديه. كده احنا خلصنا يا كتاكيت تاني درس عندي. اشوفكم على خير. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.